يا منعم يا اخويا اعقل، بلاش الكلام اللي انت عمال تقوله ده. انا اختك الكبيره وافهم اكتر منك برضه. انا قلت لازم اتجوز، يعني لازم اتجوز. طب وخوخه مراتك؟ وايه يعني؟ الشرع قال 4 وانا لحد دلوقتي اتجوزت مرة واحدة بس، لكن كانت مرة وكانت ايه. والنبي يا سعاد يا اختي سيبيني في حالي، انا مفيش حد فاهمني. لا انا فاهمك كويس، حضرتك عايز تتجوز مش كده؟ خلاص يا سيدي، انا وسعاد اختك هنروح نخطب لك من بكره. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا خوخه؟ اهو كده. يعني انت مراته هتروحي علشان تخطبي له بقى؟ ده معقول؟ وليه مش معقول؟ عشان ضميرها يستريح. خلاص يا منعم ولا تزعل، زي ما قلت لك من بكره هخطب لك واحده بقى، انما ايه؟ انا عايزها بيضة. وايه كمان يا منعم؟ شعرها اصفر. وايه كمان يا منعم؟ ولسانها مش طويل. طب ودي بقى اعرفها ازاي بقى؟ تقيسيه على لسانك. منعم. نعم. قصدك ايه بقى؟ جواز وقلت لك موافقه، عايز ايه تاني بقى؟ هو كده وبس. بس بس يعني انا مش عايزك تزعلي. ازعل؟ ازاي بقى ودي تيجي؟ خلاص يا سعاد، انا هجيلك بكره علشان نروح للعروسه الجديده سوا. قلتي ايه؟ والنبي انا ما مصدقه وداني ابدا. بصحيح الكلام ده يا منعم؟ طبعا، وانا عيل صغير؟ انا قلت لازم اتجوز، يعني لازم اتجوز. وانت يا خوخه مهوداه؟ هو حر يعمل اللي هو عايز. ايوه انا حر، عشان تبقي تعرفي قيمتي. يعني مش هتعرف قيمتك يا منعم الا لما تتجوز واحده تانية؟ اساليها بقى وهي تقولك قدامك اهي، اساليها. يوجتك ايه يا خوخه؟ والنبي انا كنت مصدقه اللي قلتيه. بقى انت ناويه على كده؟ ما هو بعد سنه واحده من جوازنا وهو كل يوم يقول لي حكايه الجواز دي، بقالنا 10 سنين كل يوم يقول لي عايزه اتجوز ولا يتجوزي. ومفيش حل غير كده يعني؟ هو ده الحل الوحيد وهتشوفي. اما عجايب، والنبي عشنا وشوفنا. منعم يا استاذ منعم، انت يعني بقالك يومين مش بتكلمني ليه؟ حضرتك عايزه ايه مني بالظبط؟ حضرتك؟ ايوه. انت بتكلمني رسمي يا منعم؟ اخفى عليك. انت تقولي لي يا استاذ وانا اقول لك حضرتك. طب وبعدين؟ ولا قبلين تنفذي اللي اتفقنا عليه. العروسه مش كده؟ ما هو ده اللي انا كنت عايزه اكلمك فيه. ايه لقيتيها؟ بكل المواصفات اللي انت عايزها. كل حاجه كل حاجة، يعني فتاة أحلامك، حاجة مفيش بعد كده يا منعم. يا فرحتك يا منعم، يا هناك يا نعنع، وهتبقى عريس من تاني. بس ما قلتليش أنا هعمل إيه؟ انتي؟ انت هتكوني زي ما انت في البيت ده يا اخوخ، انت الأولانية طبعا، وحقوقك كلها هتكون عندك. النبي يعني يا منعم مش هتجيبها تعيش معانا هنا؟ وده معقول؟ أنا عايز أعيش أنا وهي بعيد عالي، اي مكان، صحرا كان او بستان. حالك ايه ده كله ده؟ ايه ده كله؟ ده انت كنت مسكين قوي معايا يا منعم. اهدى انا اسفة، قصدي يا استاذ منعم. اما هو حضرتك كان لازم تعرفي كده من زمان. خلاص يا سيدي عرفت، بس انت بقى جهزت نفسك علشان مشوار بكره. تحب بقى يا منعم استاذ منعم؟ أيوة. تحب يعني اروح معاك ولا كفايه اختك سعاد؟ انا بقول يعني كفايه سعاد اختي. اللي يعجبك، لما تشوف بقى هتعمل ايه لما نشوف. انا بقول يا سعاد اختي ما بلاش النهارده. يا خبر يا منعم، بقى بعد ما نتفق مع الناس وانت كمان توافق تيجي عند باب بيتهم وتقول لي بلاش النهارده؟ اصل بصراحه كده بصراحه ايه بس يا منعم؟ اسمع يا اخويا، مش معقول نقف كده على باب البيت. اتفضل ادخل قدامي. يعني مفيش فايده؟ هو في عريس يبقى خايف كده؟ انا مش خايف. طب يلا بينا، اضرب الجرس اللي قدامك ده. بقول يا سعاد يا اختي، الكرافته بتاعتي مربوطه كويس، اخر شياكه. شعر ايه رايك فيه؟ والنبي ولا الشبان بتوع اليومين دول. وهتبقى عريس يا منعم.
تبقى تيجي بقى الست خوخه تتفرج عليا وانا قاعد في الكشه والمزيكا بقى والرقص والزفه لا نعم. نعم. ما تضرب الجرس اللي قدامك، احنا هنفضل واقفين كده؟ بقول ايه، ما بلاش النهارده يا سعاد. وبعدين معاك بقى، اوعى يا سيدي، انا هضرب الجرس بنفسي. ها مش دي برضو شقة الأستاذ معروف؟ ست سعاد اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضل يا استاذ منعم، اتفضل. دي عارفه اسمي يا سعاد؟ هي دي العروسه؟ لا دي مامتها. طمنتيني يا شيخه، متشكر قوي يا هانم. اهلا وسهلا، أهلاً اتفضلوا بيك. هنا في الصالون. طيب يا فندم. دقيقة واحدة وراجع لكم حاجة. قولي لي هي العروسه شبه امها كده؟ بقى ده معقول؟ دي قمر 14. خوخه شافتها؟ دي نقاوة عينها. والنبي خوخة دي بتعزك قوي يا منعم. ياه دي مناها تعمل كل اللي يريحك. انا عارفة بس كل ده كان ليه؟ ومش وقته دلوقتي يا سعاد، مش وقته. انا سامع صوت رجلين جايه، لازم العروسه يا سعاد، العروسه. الله، ومالك اتلخبطت كده؟ لا ابدا، ده انا بس مرتبك. انا كويس قوي اهو. تعالي يا منال، تعالي يا حبيبتي. اسمها انت منال. مكسوفة ولا ايه؟ تعالي يا روحي، تعالي سلمي على عريسك. مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا أستاذ. منى. يا أستاذ. اسمي منعم. يا اهلا وسهلا، تعالي اقعدي هنا جنبي، تعالي. كده على طول زي بعض. اقعدي جنبه يا منال. اصل منعم اخويا صريح قوي، اللي في قلبه على لسانه. ما هو باين يا اختي، ما هو باين. مفيش حد فاهمني زي اختي سعاد ابدا، مفيش حد ابدا. لا 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 لا، بكره منال بنتي بقى تفهمك وتسعدك. مش كده يا منال؟ ماما وبعدين معاكي أنا بتكسف. يا خراشي، مكسوفة أصلا، مكسوفة. ده أنت بكرة بقى يا آنسة منال هتاخدي عليا وتبقي إيه آخر انسجام. أستاذ منعم. نعم. وبعدين معاكي. يا خبر اسود، أنا مش منقول من هنا، مش منقول من هنا. بقى كل ده يطلع منك يا منعم؟ صبرك عليا بس، انا هوريك.